السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بنكمل معاكم اخر 5 حلقات من مسلسل سوشيال اللي انا رجعته في فيديوهين قبل كده، والمسلسل على قد ما هو انتهى لكن ساب لنا سؤال مفتوح وساب لنا نهاية مفتوحة كده مش فاهمينها بالظبط. فيلا بينا نشوف ال5 حلقات كانوا بيتكلموا في ايه. بنشوف ان علاقه تيو وتوفيق مستمره زي ما هي، لكن في الاخر بنشوف ان تيو قفش التوفيق عندها في الفيلا وعرفت حقيقه توفيق كلها، وتوفيق بيعترف ليها ان هو صحفي وبيعترف على كل حاجه عملها، لكن هو انسان كويس وطيب مش شرير. بنشوف بعد كده ان موضوع القضيه بتاعه ميجا اللي هو كان عامل فيها ان هو مشلول لكن هو في الحقيقه بيمشي بقت منتشره جدا على السوشيال ميديا وكل الناس بتحقق فيها، لكن ميجا كان مستمر في الكذب بتاعه وبيقول اللي هو مشلول زي ما هو وكل اللي بيطلع عليه ده اشاعات. بنشوف بعد كده لما الحلقه اللي فاتت خلصت ان طارق رايح عند شهاب ربط طارق في مكان مقطوع علشان يعرف منه كل حاجه بخصوص الشركه اللي هم دايرينها دي. ما بينهم حوار كبير، لكن طارق بيهدد شهاب والشهاب ما بيكونش مهتم بالتهديدات دي كلها. شهاب بيكون مرتب لكل حاجه بالظبط ومظبوطه علشان ما يقعش في اي غلط ولا يوقع نفسه في مشاكل. بيفضل طارق قاعد مع شهاب علشان يعرف اي معلومه، وشهاب عايز يعرف معلومات من طارق لكن طارق ما بيقولش شهاب اي معلومه. بعد كده بنشوف ان المارشال راح المستشفى علشان سلمى اللي هي كانت البنت اللي بتتعالج من الكانسر اللي عندها ده، لكن بنتفاجئ ان هي ماتت وبيكون مشهد حزين جدا جدا جدا. شهاب بيفضل يجيله رسائل من يوسف اللي هو الهاكر اللي مات في اول حلقه عشان الرساله دي بتخليه يعرف كل طريقه ويمشي فيه ازاي. بيكون بيقول على شويه معلومات يعملها ويمشي فيها علشان حياته تبقى مظبوطه ويحقق في الجريمه دي. شهاب اخيرا بيوصل للست اللي كانت معاه في الفيديو في اول حلقه زي ما احنا شفنا، والست بتقول لشهاب ان هي ما كانش معاه هو في الفيديو وكل اللي حصل ده كان فيه. بتقول ان هي كانت في الفيديو ده مع حد تاني، لكن اتفاجئت لما لقيت ان انت اللي ما كنت معايا في الفيديو. تعرف ان هي كانت مزقوقه عليه بسبب قضيه كان شهاب ماسكها زمان، لكن شهاب ما كانش فاكر ايه القضيه دي اصلا. بعد كده بنروح ونتفاجئ ان سلمى اصلا اللي كانت تعبانه في المستشفى مع المارشال عايشه، وطلع ده كله هو حوار من سلام علشان يعرف ان كان المارشال هيعترف على اي حاجه بيعملوها في المجال بتاع الانفلونسرز ده كله ولا لا. طبعا المارشال بيتصدم صدمه عمره، لكن مكانته عند سلام بتكبر جدا جدا جدا. ده كان اختبار علشان يشوفوا مدى ولاء المارشال للشركه. شهاب بيكون مبسوط جدا ان حقيقته بانت وان هو مفيش حاجه في اشتراك في الفيديو اللي كان موجود ده بسبب فضيحته اللي حصلت. بيقرر ان هو يروح لمراته علشان يقول لها ان هو بريء ومفيش حاجه من اللي حصلت دي تمام، لكن بيتفاجئ ان مراته خلاص بتقول له ان هي هتتجوز صاحبه. طبعا شهاب بيزعل جدا على الخبر ده وبيعرف ان كل اللي كان بيعمله ده ملوش لازمه قصاد ان مراته هتتجوز صاحبه خلاص. يفضل يلومها في الكلام وبيقول لها انت ما بتستهلنيش والحاجات دي كلها. شهاب بيرجع عند طارق المكان اللي هو ربطه فيه، لكن بيتفاجئ ان طارق اتقتل بنفس الطريقه اللي ديدو اتقتل بيها. بيعرف ساعتها ان في حد مراقب شهاب وشهاب مش عارف مين الحد ده، وكمان بما ان طارق قال على معلومات لشهاب فاكيد لازم يقتلوه علشان ما يقولش على حاجات جديده. طب ما كانوا مثلا فكوا طارق علشان ياخدوه، لكن طارق بالنسبه لهم كارت واتحرق. علشان مجال السوشيال ده كله يبقى ماشي تمام ممكن يضحوا ببني ادمين علشان حياتهم ما تقفش او علشان ما يتفتحوش يعني من الاخر. شهاب بيروح يتكلم مع الدكتوره رانيا وبيبدا ما بينهم علاقه كبيره جدا، وشهاب بيكون عايز يقول لها ان هي بيحبها لكن هي بترفض الكلام ده كله دلوقتي. بعد كده بنشوف ان الحلقات كلها بقت ماشيه رومانسيه بين شهاب والدكتوره رانيا علشان عايز يعرف حياتها ويقرب منها اكتر. رانيا بتقول لشهاب على حقيقتها وبتعرفه كل حاجه عن تفاصيل حياتها. طبعا شهاب بيفضل ورا ميجا علشان يعرف منه تفاصيل اكتر، وكل شويه بيطلع بفيديو جديد على فضيحه لميجا. بيقول لشهاب على تفاصيل كتيره جدا بتفيده، لكن ميجا ما بيكونش عارف هيعمل ايه في الفيديوهات بتاعه شهاب دي. شهاب بيكون عند الدكتوره رانيا ولما بيخرج بيقابل الضابط محمد صاحبه مقابله في الشارع بره علشان يعرف هو بيعمل ايه في القضيه دي. شهاب بيقول للضابط محمد على كل المعلومات والتفاصيل اللي هو بيدور فيها بخصوص الشركه دي. ده كده بنشوف ان شهاب بيتخطف وبياخدوه العصابه بتاعه سلام اللي هو مدير الشركه. سلام ده بيهدد شهاب بيقول له انا ممكن اعمل واعمل وقت لمراتك وقت لعيالك، لكن انا هسيبك علشان تاخد فرصتك. بيعرض على شهاب ان هو يشتغل معاه في الشركه انفلونسر زي كل الانفلونسرز اللي عنده، لكن طبعا شهاب بيرفض الموضوع ده وبيقول له ان هو يفضحه وهيوديه في داهيه. مارشال بيجي له رساله من مازن اللي هم التوينز علشان يوقعوه مع الدكتور سلام، وبيقولوا له ان هو ورا كل الحاجات اللي كانت بتحصل لك دي كلها وان سبب المشاكل اللي انت فيها بسبب سلام. طبعا ده كله علشان يوقعوا سلام في المارشال في كل الانفلونسر اللي شغالين في الشركه والشركه تتهد. لكن شهاب رغم كل الكلام اللي بيحصل ده دكتور سلام بيسيبه يمشي، لكن شهاب بيكون تحت التهديد. بيكلم شهاب مراته القديمه اللي هي طليقته علشان يقول لها بعيد انت والعيال من المنطقه اللي انت قاعده فيها علشان انت في خطر. بيقرر يروح عند الدكتوره رانيا وبيعرض عليها الجواز علشان هم يسافروا مع بعض ويهربوا من كل المشاكل اللي بتحصل دي عشان هي ما تقعش في اي مشكله بسببه. بيجي خارج هو الدكتوره رانيا من العياده علشان يجيبوا شنطه الهدوم بتاعتها ويسافروا، بتطلع عربيه بتضرب الدكتوره رانيا بالنار. شهاب بيحزن جدا وهو ماسك الدكتوره رانيا وعماله تصفف دمها قدام ايده. بعد كده بتروح المستشفى هي وشهاب، لكن بنتفاجئ ان الدكتوره رانيا للاسف ماتت. بيكون مشهد حزين جدا جدا وشهاب بيكون متاثر جدا، وانا شخصيا اتاثرت بالمشهد ده جامد جدا. يعني ما كنتش احب ان الدكتوره رانيا تموت بصراحه لان هي ملهاش ذنب في اي حاجه شهاب دخل فيها. شهاب بيقابل المارشال وبيكون عايز يموته، لكن المارشال بيدي لشهاب فلاشه توقع دكتور سلام في شر اعماله، وكده يكون المارشال عايز يخلص من سلام ومن الشركه وعايز يبعد عن مجال السوشيال ده كله. وبالفعل المارشال بيطلع لايف على الفيسبوك بتاعه والاكونتات بتاعته كلها وبيعتزل قرار السوشيال ده تماما، وكذلك ميجا بيطلع يعترف على حقيقته وان هو مش مشلول قدام الناس كلها وبيقرر يعتزل السوشيال برضه. طبعا مش دول اول
عملوا اخر ناس تعمل القرار ده، كلهم عملوا القرار ده. بيجمع كل تفاصيل القضيه وكل الفضايح اللي المارشال اديها له على الفلاشه وكل الاوراق اللي تضر الدكتور سلام، وبيروح عند علي صاحبه بيعرض عليه القضيه دي وبيقول له نزل لي الخبر ده في الجريده عندك واعتبر ان ده اخر خبر انا ممكن انزله عندك، وطبعا دي هتكون فضيحه سلام واللي تقفل له الشركه بتاعته تماما. بيروح لظابط محمد صاحبه وبيعرض عليه القضيه دي وبيقول له ده كل حاجه تخص الشركه اللي انا بقول لك عليها دي، والفعل الدنيا كلها بتتقلب على الشركه دي والشركه بتتقفل وبيحققوا مع الدكتور سلام صاحب الشركه دي، وبكده يكون شهاب رجع حقه من كل اللي اذوه في حياته. كده بنشوف ان شهاب بيقابل يوسف اللي هو الهاكر وبيطلع ان يوسف عايش ما ماتش. الهدف من ده كله ان يوسف ينتقم من شر سلام واللي هو بيعمله، ان هو يمسك الشركه هو مجموعه جيم الكتيره دي جدا ويخلوا الشركه في احسن حال. بياكد يوسف لشهاب ان كل اللي بيحصل ده كان تخطيط منه هو علشان يمشي الدنيا زي ما هو عاوز، ويوسف ما بيكونش مات، يوسف بيكون عامل كل ده تمثيليه علشان شهاب يصدق ويمشي في القضيه دي ويوقع سلام في المشاكل، وده اللي حصل فعلا وده اللي يوسف وصل له. لكن طبعا خسر شهاب قصاد ده كله ناس كتيره جدا، وخسر حياته وخسر دكتوره رانيا اللي هو حبها وكان هيتجوزها. لكن بعد كده بتيجي عربيه وشهاب واقف مع يوسف وبتقتل يوسف، وشهاب ما بيكونش عارف ده مين اصلا اللي قتلوه. بيجي بعد كده ان شهاب واقف في المكتب بتاعه بعد التجديد مع علي صاحبه، بيكون واقف سرحان وبيفكر، وعلي صاحبه بيساله بيقول له انت كويس يا شهاب؟ فشهاب بيسكت شويه ويقول له انا كويس انا تمام. بتخلص الحلقه على كده وبيخلص المسلسل على كده، وما بنعرفش ايه النهايه اللي ملهاش لازمه دي. يعني هي كده نهايه قفلت المسلسل وكده المسلسل خلص فعلا ولا في حلقات تاني؟ يعني انا اللي اعرفه ان المسلسل 15 حلقه بس، ما كنتش اتوقع ان ممكن يتقفل بنهايه زي دي. يعني كان ممكن يظهر ان في نهايه ان شهاب يعيش حياه سعيده وخلاص يعتزل مجال الصحافه ده خالص، لكن لا، هو شهاب فضل في الصحافه لكن انتهت المسلسل بحاجه كده مش مفهومه. يعني هو المسلسل كده خلص وممكن يكون له جزء تاني او لا ما اعرفش، بس يعني ما تكونش دي النهايه اللي كلنا عايزينها مثلا. عموما دي كانت كل حاجه النهارده وكل حاجه عن مسلسل سوشيال اللي نزل بقاله اسبوعين. تقييم النهائي للمسلسل هو 6.5 لان فيه مط كتير جدا جدا واحداث ما كانش ليها لازمه، وزي ما انا قلت في كل الحلقات اللي كنت براجع فيها حلقات المسلسل ده ان المسلسل لو كان اتجمع كله في 10 او 8 حلقات كان بقى افضل بكتير، لان كل حلقه كانت 36 دقيقه وبعد التترات البدايه والنهايه وشويه احداث كده كانت بتصفى على 22 او 25 دقيقه. بس مفيش مشاكل، هي كانت تجربه كويسه، ويعني المنصات المصريه بقت تعمل حاجات كويسه، بس المسلسل ده ما يرتقيش للجيد جدا، يعني هو يرتقي للجيد مش جيد جدا يعني. بس كده يا افلامانجي، ولو عجبتك الحلقه اشترك في القناه لو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب، وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودوس لايك واكتب لي كومنت علشان اشوف اللي انت متفاعل معايا، ولو الحلقه عجبتك هعرف ان انت بتحب الحلقات بتاعتي، بالتالي هستمر في الحلقات دي. استنوني بقى في الحلقات الجايه، واي حاجه انتوا عايزين نعملها لكم اكتبوها لي في الكومنتات. لو في اي حاجه جديده نزلت اكيد هكون اول واحد يعملها لكم على القناه دي. طبعا استنوني في رمضان على القناه دي لكل مسلسلات رمضان اللي انتوا تطلبوها مني والحاجات المهمه اللي هتكون في رمضان موجوده. ان شاء الله ممكن يكون فاضل فيديو او فيديوهين لو حاجه جديده نزلت، واغير الموضوع اللي انتوا شايفينه ده كله ان شاء الله للاحسن علشان خاطركم انتوا يا افلامانجيه. رمضان كريم عليكم، ويا رب يعود الايام كلها عليكم بخير، ورمضان يدخل عليكم انتوا كلكم موجودين بصحه وسلامه. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، واشوفكم على خير يا افلامانجيه. سلام.